القصة يا طويلين العمر كل شيء فيها ما كان مقصود، وكل شيء فيها كان مقدر ومكتوب. كلها صارت عن طريق لعبة إلكترونية. المهم حملت اللعبة هذه قبل ما ينتشر المرض بفترة بسيطة، يعني تقريبا قبل كم شهر من حدوث المرض. وأنا مالي بالألعاب الإلكترونية وما كنت أنزلها، وكنت توي حصلت على جوال لكن مو جديد، يعني تقدرون تقولون جوال متوارث وقديم لكن ماشي حاله. الزبدة أن بعد فترة حصولي على الجوال قلت والله إني طفشت من الروتين هذا، أبغى أشوف لي لعبة أتسلى فيها. ذاك الوقت كانت الإعلانات منتشرة كثير على هذه اللعبة، قلت وش بخسر لو أحملها وأتسلى لي شويتين. أبغى أشرح شرح مبسط عن اللعبة عشان توضح لكم الفكرة. اللعبة نظامها زي نظام المدينة والحرب، واللاعب لازم يهتم في مدينته ويخليها قوية. واللعبة طبعا فيها تواصل وفيها تحالف، واللعبة بدون التواصل ما تنفع، لأنها خلينا نقول إنها لعبة جماعية أكثر مما تكون فردية. أنا ما كنت أعرف ألعب فيها كثير وما كنت أفهمها، فكنت أتعلم عليها شوية شوية وأتفرج فيديوهات عشان أعرف ألعب. كنت عادي كل ما أطفش أدخل أشيك على مدينتي، ووقتها كان أيام دراسة. المهم جاء المرض وجاء الحظر والمدارس تقفلت. طبعا أنا ما كنت أخذ حريتي بالجوال، وكنت أسلمه لأهلي بوقت معين قبل النوم، وكان ينسحب الجوال مني كثير عشان ما أضيع وقت عليه. طبعا كنت أخذ الجوال وقت الدروس عشان أفتح الزوم، برنامج الزوم عشان الدروس، لكن كنت أخرج للعبة وأجلس أسمع الدرس لأني كنت أطفش كثير. كان عندي حسابين في اللعبة، ما أدري ليش فتحت حساب ثاني مع أن أموري في الحساب الأول كانت تمام التمام، بس أتوقع أني كنت أبغى أجرب شيء أو أتأكد من شيء. المهم في الحساب الجديد اكتشفت أشياء في اللعبة ما انتبهت لها بالحساب الأول. صرت أفتح الدردشات وأشوف الدردشة العامة. شون صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. تعال 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 تعال، لا تخرب الدنيا، لا تخرب الدنيا، بسم الله عليك، تعال هنا يلا. وأشوف الدردشة العامة وناس تتكلم عربي، وجاني تحالف عرب يطلبون إني أنضم لهم، وأنضميت لهم. والله في الفترة الأولى كنت أخاف لأني دخلت على عالم جديد بالنسبة لي، وناس من كل العالم يتواصلون مع بعض ويلعبون مع بعض، عالم إلكتروني بحت. كنت أخاف لأنه كل شيء جديد بالنسبة لي، ما كنت أعرف كيف أتعامل مع العلاقات الإلكترونية. لما دخلت التحالف العربي هذا كانوا يهرجون يضحكون بالشات ويلعبوا مع بعض ويتقاتلوا، فأنا من خوفي كنت أتكلم معاهم بالعربي الفصيح، ما أبغى أي أحد يعرف عني أي شيء إلين ما أحس بالأمان. كانوا يستغربون ليش أتكلم بالفصحى، وكنت أكذب عليهم من خوفي على نفسي. المهم بعد فترة وبعد ما اندمجت مع التحالف اللي أنا فيه أدمنت اللعبة، وصرت كل يوم أدخلها لو 10 دقايق، وأحيانا أجلس ساعات عليها. بعد فترة دخلوا للتحالف اللي أنا فيه ناس جدد، هم جدد علينا لكن أقدم منا في اللعبة ويعرفون فيها أكثر منا، وصارت أحداث. خرجت مع مجموعة كنا كل يوم نلعب مع بعض، وكان في واحد هو اللي قال لنا خلونا نخرج من التحالف هذا ونروح لتحالف أكبر وأضمن، وهو ضامن لنا فيه ناس أقوياء. المهم خرجنا معاه، وهنا تبتدي القصة. قصتي مع هذا الشخص ما أحب أذكر اسمه، لذلك راح يمر معانا باسم الشخص. المهم هذا الشخص صار قائد التحالف، وهو قوي باللعبة وواسطة بيننا وبين الأجانب، ويعرف مصلحته ومصلحتنا، وبنفس الوقت كنا نهرج ونسولف ونضحك مع بعض. من جد كانت أجمل أيام حياتي، أول مرة أدخل تجربة زي كذا وأنبسط فيها كثير. المهم علاقتي مع هذا الشخص كانت جدا جميلة، ما كنت أسولف مع أحد بخاص اللعبة إلا هذا الشخص. تعرفنا على بعض وصار يكلمني عن اهتماماته وأنا أقول له عن اهتماماتي، وعلى كذا شوية شوية تعلقنا ببعض، وصرنا كل يوم ندخل فيه اللعبة نجلس نسولف ونضحك أكثر من إننا نلعب. نسحب على مجموعتنا ونجلس نسولف، تعرف علي وعلى عمري وفين أسكن. طبعا بالرغم إني كنت أنبسط معاه، إلا إني بالمقابل كنت أخاف كثير منه لأني ما أعرفه، وكنت مرات أكذب عليه ببعض معلوماتي الخاصة، يعني بالعربي ما أبغى يعرف عني كل شيء وعن حياتي الخاصة. المهم مرت أشهر وكل يوم ندخل ونسولف ونلعب على هذا المنوال. طبعا ذاك الوقت أنا كان عمري 16 سنة وهو 27، والآن أنا عمري 18 سنة. أدمنت اللعبة بسببه. جوالي بسبب اللعبة صار بطيء وصار يسخن بشكل درجة أني ما أقدر أمسكه إلا بالقوة، وكنت من كثر إدماني للعبة أحطه في الشاحن وألعب وهو حار، يا دوب أني ألمس الشاشة. فوصلت لمرحلة أن اللعبة تعلق معايا كثير، تعلق معايا بشكل أني ما أقدر أتهنى باللعبة وأتعذب كثير. من جهة ثانية كان أبويا حريص علي مرة، وكنت أخاف أنه يكشفني باللعبة وأتعاقب ويسحب مني الجوال،
وما يديني إياه ويشدد علي ويسألني من هذول الناس وما تعرف عنهم وعادي. هذه الأسئلة كنت أخمن إن أبويا بيسألني إياها لو انقفضت، وأحاول إني أجيب أي إجابة عليها، فكنت أتخبى وألعب وأتجنب إني ألعب قدام أحد. نرجع للجوال. مرت فترة يعلق معايا، وصل لدرجة إن اللعبة بطلت تشتغل معايا وتعلق ويطفى الجوال بسبب السخونة، وأنا ما كنت أدري إنه منها، لأنه ببساطة أول مرة يصير معايا جوال وأواجه هذه المشكلة وما عرفت سببها. فقلت أنا أكيد إن هذا التعليق من اللعبة نفسها، لأنها كانت ثقيلة على الجوال وتعلق أكثر من باقي التطبيقات. فكنت أنقهر وأنأكل من القهر لأني ما كنت أقدر أدخل اللعبة مرة ثانية، وأنقطع تواصلي مع المجموعة ومع هذاك الشخص. المهم هم كانوا يعرفون إن عندي مشكلة بالجوال وإني أعاني كثير من تعليق اللعبة وما كنت أعرف السبب، واعتذرت لهم إني أنا أبغى أترك اللعبة فترة شوية عشان أخفف الضغط على الجهاز، إن شاء الله بعد فترة تشتغل معايا. من كثر ما أنا متعلقة بالمجموعة وبالذات هذاك الشخص صرت أبكي. رسلت لهم رسالة اعتذار فيها، وأرسلت لذاك الشخص إني أنا ما أدري متى أرجع لكم، وقلت له اكتب لي الأحداث اللي تصير وش الجديد اللي يصير معاكم ولما أدخل بشوف. هو انصدم وزعل، وليش كذا فجأة يصير وإيش السبب ومن هذا الكلام. أنا ما قدرت أرد لأن الجوال علق واللعبة علقت وطلعتني. خرجت من اللعبة وحذفتها وأنا بطني يوجعني من الحزن والتوتر. حذفتها تقريبا أسبوع، وربي حسيتها شهر من كمية التعلق اللي كنت فيها. رجعت حملتها ودخلت وسلمت عليهم، ودخلت على هذاك الشخص وجلسنا نسولف ويسألني وأسأله ومن هذا الكلام، وكان زعلان لأني ما كنت فيه أسبوع كامل. المهم بعد فترة قفطني الوالد، قفطني وأنا ألعب وقال اللعبة تنحذف. قلت طيب وحذفتها، ما أبغى أعاند لأنه ما في أي فايدة. كلمت هذاك الشخص وقلت له إن الوالد قفطني وحضطر إني أحذف اللعبة فترة كذا وأشوف الوضع وأرجع لكم. طبعا أنا أقول لك كذا وأنا كل حزن وأسى وحزن حقيقي لأني تعلقت فيه بشكل مو طبيعي. قال لي الشخص هذا طيب نتواصل برا اللعبة. قلت ما عندي رقم. قال كيف كذا معقول؟ قلت ما عندي، لسه ما طلعت، مع أنه عندي لكن ما أبغى أعطيه لأنه ببساطة ما حسيت بالأمان رغم علاقتنا. قال لي طيب سناب. قلت ما حملته. قلت طب حمل سناب. طبعا أنا كلي خوف لأن هذه خطوة جديدة بالعلاقة صارت برا اللعبة. المهم ضفت سناب، وطبعا كان سناب جديد علي وما أعرف له كثير، وكنت أخاف منه وأخاف إنه يبين مكاني الحقيقي أو أي شيء، كنت أوسوس كثير. المهم صرنا نتواصل سناب وحذفت اللعبة فترة مع أني كنت أشتاق وأتحمس أنزلها مرة ثانية، بس كان عندي قلق من أبويا. لين هدت الأمور شوية ونزلتها ورجعت ألعب. الآن ببعد شوية عن اللعبة وأتكلم عن العلاقة. كل يوم نصبح على بعض ونتكلم بالساعات، ما نمل من بعض. اتعرف على شخصيتي وعرفها أكثر من باقي الأشياء، وأنا تعرفت عليه وعرفت شخصيته وبعض الأشياء عنه. كان بمثابة الأخ الكبير لي، وأنا ما عندي أخ أكبر مني، فكانت مكانته أخ وصديق، وكان كثير يساعد وينصح وعلمني شوية إنجليزي وساعدني بدراستي. طبعا كل دردشاتنا كانت كتابة، ما نسجل صوت ولا صورة. هو طبعا رسل لي صورته بس أنا تهربت منه وما رسلتها، وتعذرت ب100 عذر وكذبت عليه ولفيت ودرت، كل هذا من خوفي. المهم تهربت منه أكثر من 3 مرات إلين وصلنا لنقطة معينة. طبعا مدة العلاقة هذه كانت تقريبا 4 إلى 6 شهور، ماني مفتكرة بالضبط، يعني مدة لا بأس بها أن نعرف بعض ونتعرف على بعض وخلاص. كل يوم سوالف وضحك وناسة لساعات طويلة، ومرات كثير نسهر مع بعض في الليل إذا كان معي جوالي، طبعا آخذه تهريب. كنت أفتح جوالي وأشوف إذا رسل لي أو لا. طبعا كنا نتناقش بأمور كثيرة، فعرفت إنه ذكي وذكاؤه ممكن يكشفني، فكنت أخاف منه وفي نفس الوقت أحبه ومتعلقة فيه. إلين جاء ذاك اليوم اللي أصر على إنه يشوفني وسألني ليش ما ترسل صورتك وإيش بتخسر وليش كل مرة تتحجج بشيء. وهنا حسيت إن ذكاء أشتغل وبدت الشكوك توصل لعندي. حاولت إني أتهرب لكن حسيت إنه مرة زعل وعصب والأمور راح تكون مشبوهة بعد الآن، ولازم أوضح له السبب الحقيقي. السبب هو أني أنا بنت وأنا من عائلة محافظة وملتزمين بلبس النقاب. أتوقع أن حتى أنتوا انصدمتوا. هنا القصة بدأت تتعقد أكثر. خليني أفهمكم على نقطة. أنا من البداية داخل اللعبة بحساب اسم ولد، والاسم عبارة عن اسمين، يعني فلان بن فلان، والحساب الثاني برضو نفس الشيء، فلان بن فلان. والسبب أني دخلت باسم ولد من البداية لأني زي ما ذكرت من قبل إن العالم الإلكتروني جديد علي وما أعرف له، وعندي خوف من أي شيء مجهول، والناس مجهولين بهذا العالم،
فقلت خليني بشخصية بعيدة عني عشان أي حاجة تصير أنا غير معروفة. كان من حقي إني أخاف على نفسي لهذه الدرجة وأحميها، لكن بنفس الوقت كنت أحس بتأنيب الضمير لأنه كنت أكذب عليهم عن أي شيء يخصني، وهم فعلا حسوا إني أنا صديقهم، خصوصا هذاك الشخص. تعلقنا ببعض لدرجة مو طبيعية، بحياتي كلها ما تعلقت بأحد مثل كذا. طبعا أنا إنسانة كنت أكره ما على قلبي العلاقات الغير شرعية، وعلاقات الحب هذه كنت أتقرف منها وأتقزز بشكل رهيب، وأخاف أني أطيح مع أحد وعارفة العواقب أنها وخيمة جدا، وخصوصا مشاعري، وممكن أنفضح ورب العالمين يغضب علي ويصير لي أشياء كل البنات عارفينها. وأنا عايشة بمكان مو بالدول العربية لكن ببلد إسلامي، لكن الشعب عندهم والمراهقين عادي الحركات هذه والعلاقات، وكانت فعلا علاقات مقرفة. يعني لولا ربي ثم عقيدتي ثم تربية أهلي وتقززي من هذه الشكليات كان أنا طحت معاهم من زمان، لكني طحت بشيء غير متوقع وغير مخطط له. طبعا أنا كل هذه الأشهر كنت عايشة بوسواس، توتر، قلق، حماس، استمتاع، تفكير، خيالات، سرحان، وكل هذا الشيء سبب لي ارتجاع في المريء. صرت ما أشتهي الأكل، نزل وزني 7 كيلو بشكل صادم. كنت ألعب معاه في اللعبة وأستمتع، بنفس الوقت معدتي تعورني وتحرقني، وكل ما زاد الحماس زاد التوتر زاد الألم. نفس الإحساس لما تدخلون الاختبار متحمسين ومتوترين، يعني إذا كنتم مذاكرين. أنا عايشة هذا الشعور أشهر، كل يوم حرفيا على هذا الحال. وكنت أول ما دخلت المجموعة اللي مع العرب وصرت أسولف معاهم كنت أفكر لا تنسون تشتركون في قناتي على اليوتيوب رون، وحسابي في التيك توك رون _9090. نكمل. لو أحد كشفني إيش راح أقول؟ بعدين صرت أبني حوارات وخيالات ووساوس. بعدين جاني هذا الشخص، صرت أجهز لكل سؤال جواب، لكن من جد ما كنت قادرة أني أعترف له أني أنا بنت. وكل هذه الفترة يعرفني بشخصية اللي أنا ولد، يحسبني أني أنا ولد. كنت أقول مستحيل من سابع المستحيلات أني أعترف له، وما راح أتقبل هذا الشيء أصلاً أني أعترف له. وأصلاً أنا عشت دور شخصيتي باللعبة، وعشت الجو أني أنا خلاص ولد في اللعبة. أنا شخصياً ما كنت متقبلة أني أعترف، وما كنت أتخيل نفسي وأنا أقول له أني أنا بنت، وكيف بتكون ردة فعله، لأنه عارفة هذا الشيء يعتبر هز كبير بالعلاقة، واحتمال أنها تنقطع العلاقة بشكل قاهر. وأنا قدني وصلت في العلاقة هذه المرحلة حساسة. يعني تخيلوا علاقتنا ومشاعرنا، والله مشاعر أخوة وصداقة لا أكثر ولا أقل، فجأة يعرف إني بنت. مرة شيء ثقيل ومو معقول، وعقلي ما يتقبله ويقول لا، لكن شاء الله وألهمني طريقة أعترف له فيها بشكل غير مباشر. وكتبت قصة أبين فيها صراعي بين عقلي وقلبي وشخصيتي ونفسي وأفكاري، وبينت له فيها الأسباب بطريقة غير مباشرة. وكتبت له السبب إني ما أرسل لك صورتي إني أنا من عائلة تلتزم بالنقاب، ودي الجملة اللي خلته يعرف. ما أخفيكم انصدم صدمة قوية، وأنا كمان كنت مصدومة من فعلتي ومصدومة من نفسي، لكن بينت له إني أنا بنت وأخاف على نفسي، ولولا معرفتي العميقة فيه الأشهر والله لسوي له بلوك وأريح راسي. لكني عرفته وعرفت إنه يخاف الله، عشان كذا قلت له إني أنا بنت. وكنت خايفة مرة 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 إنه مشاعري اتجاهه تتبدل وتنقلب مشاعر محبة من نوع خطير. حقيقي أنا كانت مشاعري اتجاهه أخوة وصداقة بس، بحكم إنه كان يكلمني أصلاً على أساس إني ولد، لأني مثل ما قلت إني أنا عشت الدور بقوة وخفت إنه تتبدل هذه المشاعر. ما أنسى هذاك اليوم رسلت الكلام الظهر أول ما صحيت. بعد ما شافها جلسنا طول اليوم نتكلم ونتناقش، وطلبت منه إنه يوعدني ما يغير أسلوبه معايا بالكلام والمخاطبة. يعني هو وعدني والظاهر إنه فهمني غلط. أنا كان قصدي إنه يرجع يخاطبني كأني ولد، يعني ما يقول أنتي يقول أنت، لكنه رفض. ومن يوم ما بدل صيغة المخاطبة من هذاك اليوم وصار يخاطبني على إني أنا بنت، حسيت قلبي وعقلي ومشاعري أنلعب فيها. خلاص أنا طحت. ضربت معاه هذاك اليوم وقلت له لا تكلمني زي كذا، لا تكلمني على أساس إني بنت. أنا عارفة وشايفة نفسي بطيح في الهاوية، خلاص بطيح في هاوية الكل يعرفها، وما أقدر أسوي شيء. الموضوع مو بيدي، قلبي تعلق فيه. وحبيت شخصيته الأشهر وعرفتها معرفة من جهتين. قاومت هذيك المشاعر كثير، مشاعر المحبة الحلوة أول مرة في حياتي أحس فيها، وعارفة أنه ما في أي فايدة منها،
وما في طريق يوصلنا لبعض. في شيء مهم لازم أقوله، بعد ما عرف إني بنت احترمني وقدرني وتفهمني وأعطاني كل الأحقية، وما توقع أبداً إني بنت، رغم إنه في أشياء كثير مبهمة بالنسبة له وغريبة لأنها كانت كذبة، لكن أنا اعترفت له بكل الكذبات اللي كذبتها عليه. ومن بعدها بطل يطلب مني صورة، وكان قبل ما يعرف إني أنا بنت ويحسبني ولد كان دايما يقول لي أحبك يا أخي، في منك اثنين. بس بعد ما عرف إني بنت بطل يقولها. وكلمات الغزل والحب ما عرفناها أبدا في علاقتنا. ما كان يتمادى معايا بالكلام ولا أنا كنت أتمادى، ما سمع صوتي، ما شاف طرف مني، ولا عرف اسمي الحقيقي حتى. ما قلت له اسمي الحقيقي بالرغم من قوة علاقتنا. كان يناديني بدلع اسم الولد اللي كان اسمي، يعني كان من أول يناديني فيه، وأسوي إن رجولتي تنهز لما كان يدلع اسمي لما كنا نلعب. وكنت أقول له ماني بنت عشان تناديني كذا، وأسوي نفسي إني معصبة. حرفياً دخلت جو الشخصية حقيقي. حرفياً كل ما أدخل اللعبة أحس إني شخصية ثانية. غير كذا أخذت راحتي باللعب معاهم. يعني لو إني داخل باسمي أو اسم بنت ما كنت بقدر أخذ راحتي مع شباب، وأنا أصلاً ماني متربية على أني أكلم شباب ومجموعة ومن ذا الكلام. والحمد لله أن ما حد فيهم حس علي. جلسنا أشهر نتواصل بعد ما عرف أني أنا بنت، وكانت أجمل تجربة. ما جرحني فيها بكلمة ولا نقص مني، ولا حتى تعدى حدود كلامه معايا، ولا أذى خاطري بشيء، ولا حتى تخاصمنا ونمت وأنا زعلانة منه. والحمد لله طحت على إنسان يخاف الله. كنت أفكر دائما أني أقطع العلاقة دام وصلنا لهذه النقطة. صار وقت نهاية علاقتنا لأنه عرفنا خلاص أنه ما في أي سبيل يوصلنا ببعض. تناقشنا بكل عقلانية وتصارحنا بالعوائق اللي عنده والعوائق اللي عندي، وتوصلنا لنفس النتيجة، أن نهاية علاقتنا أنه نقطعها وكل واحد يروح في طريقه ونحط نقطة النهاية، وتبقى علاقتنا ذكرى جميلة فقط. كانت ثقيلة علي بالرغم أني عارفة أنه خلاص لازم ننهي الموضوع، وحاولت أكثر من مرة بس ما قدرت أنهيها بنفسي. تغلبت علي مشاعري، كنت أودع وخلاص. ولما يجي وقت النهاية تحلى السوالف ونسحبها مرات طول الليل، نجلس نتسامر بأمور كثيرة. طلبت منه أنه يخليني أنا اللي أنهي العلاقة هذه عشان ما يحس شي بخاطري. أول مرة بلكت وما طولت 3 أيام وشلت البلوك، ما قدرت. ثاني مرة ما طولت، أسبوع وشلت البلوك مرة ثانية، وكذا صارت تقريبا 4 مرات. أبلك وارجع أفك ونرجع مع بعض. بعدين بلكته وطولت، يمكن جلست شهر تقريبا، وهو كان يطبطب على خاطري ويحاول إن مشاعري ما تتأذى بسبب قطع العلاقة، وجلس يصبر إلين أنا شوية صمت وأعطاني فرص. طبعا من بين المرات هذه كان يحاول يفك تعلقي فيه، حتى لدرجة إنه ألف قصة عشان أكرهه. بس أنا زعلت منه وانصدمت وأنكرت هذا الشيء، وزعلت منه زعل. وبعدها على طول اعترف لي بالكذبة واعتذر مني وبطل يسويها عشان بس لا ينكسر خاطري منه. يعني لهذه الدرجة ما يبغاني أزعل. طبعا أنا رسامة، هو قد تحداني قبل وقال أتحداكي ترسمين أختك الصغيرة كنوع من التحفيز، وكنت قد وريته أختي الصغيرة من قبل. فأنا قبلت التحدي وما كملت الرسمة إلا بعد ما قطعت العلاقة فترة شهر أو شهرين. خلصت الرسمة ورجعت أرسلت له طلب، وكان هو مبلكني. ما قبل الطلب أول مرة، رحت حسابي الثاني برضو ما قبل، ورحت سويت حساب جديد، وآخر شيء قبلني وقال خلاص لا عاد ترسلين طلب. أنا هنا زعلت شوية وقلت ليه كذا؟ قلت بوريك الرسمة وأمشي. وهنا عزمت إني ما أرجع أبدا. خلاص اتكلمنا شوية، وضمن الكلام كان إني ما عاد أرسل له طلب وإني أنساه خلاص. كان كلامه شوية جارح بالنسبة لي. بعدها بلكني وأنا حذفت الحساب وانتهت العلاقة. انتهاء العلاقة له تقريبا سنة. اتخطيت جرح كلامه لي آخر مرة، وحاولت أني أضمد جرحي بنفسي وأذكر نفسي بالجانب الحلو من العلاقة، وأتذكر سوالفنا ولعبنا والأيام اللي قضيتها معاه بشخصية الولد وشخصيتي الحقيقية. والحمد لله تخطيت بعد أيام. رغم كل شيء صار إلا أنها كانت علاقة جميلة جدا، ولا تبنى على أول موقف أو آخر موقف، وما أنكر من جمالها شيء، ومرت على خير الحمد لله. وقف معي بوقتي الصعب وأنا كمان. كلها كانت مواقف. مرت سنة يمكن وأنا للآن كل شهر أتذكره. مستحيل يمر أكثر من شهر وما أتذكره. أول كنت كل يوم كل دقيقة، بعدها صار كل كم يوم يجي في بالي، بعدين المدة طالت صارت كل شهر، وللآن أتذكره. خلينا العلاقة ضمن الذكريات الجميلة. لو طولناها بتخرب، ولو قصرناها بتخرب. ولو مر عليه هذا المقطع راح يعرف من صاحبة القصة، وتقول صاحبة القصة في كلمة أتمنى أنك تقولينها بالفيديو: أرفع لك القبعة.
هو راح يفهمها. وانتهت قصتي وأنا راضية وسعيدة على نتيجتها. بعدها ربكم فتح علي وحفظت 13 جزء من القرآن، ما شاء الله تبارك الله. وأنا الآن لازلت في الطريق عشان أختمه. دعواتكم أني أختم القرآن بالمدينة المنورة إن شاء الله يا رب. طبعا لسه ما خلصت. صاحبة القصة تقول: هذه أول تجربة عاطفية لي، وصراحة كانت نظرتي للعلاقات العاطفية نظرة مختلفة تماما. وكنت أظن إن من الغباء إن البنت تسلم نفسها لأي شاب وتبني معاه علاقة غير شرعية وتاخذ راحتها معاه في الكلام وتغار عليه ويغار عليها. أولا هذا كله ما يجوز وحرام شرعا. صحيح إني طحت فيها، لكن أيقنت إنه قدر. ليش؟ لأني أصلا من البداية أنا أخذت احتياطاتي ودخلت باسم مو اسمي، ودخلت بشخصية ولد، وكنت محتاطة وحذرة جدا في الكلام معاهم، وخصوصا في البداية. وحتى لما طلب سنابي كنت جدا متخوفة من تطور العلاقة لشيء ما يخطر على بالي. كنت مثلا أخاف إنه يتصل فيني ظنا منه إني أنا صديقه، خصوصا إن صار الاتصال أسهل. كنت أوسوس وكنت ماسكة عليه أي شيء يخليني أسوي له بلوك أو أي شيء منه يبعث الريبة فيني على طول أبلكه بدون ما أزعل أو يرف لي جفن. لكن حقيقي عرفتها معرفة خلتني أحس بالأمان شوية، وتأكدت إنه مو ممكن يأذيني بشيء. أعترف إني غلط، وكل أحد فينا إلا ما ربنا يبتليه، إلا ما نعدي على اختبار، وهذا كان اختبار من ربي. هل بستمر بالعلاقة برغم معرفتي إنها حرام ورغم إن ما بيننا سبيل؟ طبعا ما كنت بستمر فيها لأن ما فيها نتيجة إيجابية. صحيح إني ما بخلت على نفسي بالمشاعر الحلوة والتخيلات الوردية، وأساسا ما قدرت أوقف سيل الأفكار من كثر ما كانت قوية، وسمحت شوية لنفسي بالتغيير. قلت أعيش التجربة وأكيد راح تنتهي، فليش أحرم نفسي من ذي المشاعر؟ خلاص أعيشها، وأساسا راح أنهيها لو ما لقيت سبيل. خلاصة الكلام، أحب أوجه رسالة لكل بنت تشوف المقطع ولكل شاب يشوف المقطع. التجارب العاطفية مهما كانت عميقة وقوية إلا أنك تقدر تتخطاها. لكن ما أكذب عليك وأقول لك راح تنسى، ما راح تنسى، ما راح تنسين، لكن بتتخطون. حاولوا لو في سبيل يوصلكم البعض اسعى له. كلامي للشباب، الخطوة معتمدة عليك أنت اللي بتروح وتتقدم للبنت. عاد إذا الأهل رفضوا وما في توافق، خلاص عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اعتذر منها وطيب خاطرها بكلمة حلوة إيش ما كان موقف أهلها. وأهم نقطة، اقطعوا العلاقة، اقطعوها لو ما في سبيل، وخليكي قوية وخليك قوي، واعقلوا صدقوني بتندمون عليها بعدين. وخلي عندكم يقين إنها اختبار من ربكم، وأنتوا بيدكم اللي تختارون تنجحون أو تفشلون. أنا أعتبر نفسي نجحت، لكن بمساعدة الشخص اللي تعلقت فيه وإخلاص النية لله طبعا. وخلاص ما أفكر بالرجعة أبدا لأنه انتهى، واللي انتهى ما يرجع. انتهت القصة. الرأي الشخصي، ما أظن في رأي شخصي، بسم الله عليها قالت كل حاجة. لكن عندي كذا حاجة صغيرة. لا تقفل المقطع، شايفتكم اسمعوا حاجتي بعدين نروحوا. لما قالت هنا أعيش التجربة وأكيد بتنتهي، فليش أحرم نفسي من ذي المشاعر؟ أعيشها وأساسا راح أنهيها لو ما لقيت سبيل. أنا ضد هذا الشيء. أكيد الواحد شوف، ممكن شخص يقول الله أجرب، سويت أشياء حرام في حياتي خلنا أجرب. الهرجة مو حرام ولا أيه؟ الهرجة حرام يا والله. شكلي بجيب العيد. دقيقة خليني أفهمكم. أقصد إنه ممكن لو دخلتي أو دخلت في العلاقة هذه هي بسم الله قدرت تطلع. في ناس ما يقدرون، في ناس جدا عاطفيين ما يقدرون. فممكن لما تجرب أو ممكن لما تجربين تاكلونها.